اهلا بيكم في قناتي قناة كوكي كومي لتعليم الكروشيه. النهاردة جاية لكم فيديو جديد، طريقة عمل الشنطة الجميلة جدا دي. شنطة بجد شكلها حلو قوي، ده الظهر بتاعها شكله جميل، وده برضو الوش بتاعها. شنطة جميلة جدا لأطفالنا الحلوين، وممكن لينا برضو بنات في الجامعة او كده تتلبس، برضو شكلها شيك قوي. بصوا انا هفتحها لكم، هي انا عامله لها زرار اهو. هفتحها لكم واوريها لكم كمان من جوه. ده شكلها من جوه وليها البطانة. الطريقة كلها في الفيديو. متنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي، قناة كوكي كومي لتعليم الكروشيه. تعالوا بينا مع بعض نشوف طريقة الشنطة التحفة دي بتتعمل ازاي. انا هستخدم فيها خيط مكرمية مصري اللون البيج دوت، وهستخدم للكور الفرو، وهستخدم خيط صوف اليزا بيروكلام. آه بجد الشنطة حلوة قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. نبدأ بقى كده بسم الله الفيديو مع بعض. ده خيط المكرمية المصري، هو بيجي شلة بالشكل ده، وأنا بفكها بعملها كور كده، بفكها كور بالشكل دوت. هحتاج معايا كمان إبرة رقم 6، ده اللي أنا هشتغل بيها، وإبرة رقم 5.5، دي اللي أنا هعمل بيها سلسلة البداية. تقدري يعني تغيري في مقاسات الإبرة حسب سمك الخيط اللي عندك. أنا كده عملت عقدة البداية. هشتغل 16 سلسلة أهو. 1 2 3 4 5 6 7 8. أخلصهم وأرجع لكم تاني بالشكل ده كده اهو. اشتغلت 16 سلسلة. دلوقتي انا بدلت الابرة، خلاص مش هشتغل بالابرة دي تاني. انا بس كنت عايزة ان السلسلة تكون معايا ضيقة، ما تكونش واسعة قوي. هبدأ معاكم. هسيب اول حلقة من السلسلة اهي، مش هشتغل فيها، وهشتغل في تاني حلقة على طول. ده شكل السلسلة بيكون معايا جنب فوق وجنب تحت. انا هشتغل في الجنب اللي فوق كده وادخل فيه الابرة، اسحب الخيط من ورا، بلف لفة كمان على الابرة، وبخرج من اول لفتين، ودي كده اسمها غرزة حشو واحدة. هدخل في السلسلة اللي بعديها على طول اهي، وهسحب الخيط من ورا، هلف لفة على الابرة، وهخرج من اللفتين دي كده تاني غرزة حشو. هشتغل غرزة حشو على السلاسل دي كده كلها لحد هنا، وهرجع لكم تاني. كده رجعت لكم تاني، اشتغلت غرز الحشو اهي. وصلت هنا للغرزة دي الأخيرة، ودي عقدة البداية. أنا هنا فاضل لي الغرزة الأخيرة هشتغل فيها. هشتغل فيها ايه الغرزة دي؟ هشتغل فيها 5 غرزة حشو في نفس المكان. يعني هنا اهو انا كده عملت 1 حشو، وادي كده 2 بالشكل ده كده 3 4 5 غرزة حشو في نفس المكان بالشكل ده كده. لو تاخدي بالك انا لقيت نفسي الداير لفة معايا اهو كده. طيب هعمل ايه؟ شايفين نص السلسلة التاني ده اهو، واهو شايفين كده اهو. انا هشتغل فيهم، هشتغل قصاد كل غرزة حشو اشتغلتها قصادها 1 غرزة حشو تاني لحد ما اوصل هنا وارجع لكم تاني. تعالوا نشوف ازاي مع بعض. الاول اهو انا بدخل كده يعني قدامي على طول اهي، اسحب الخيط من ورا واشتغل غرزة حشو، واخد خيط البداية معايا كده بالشكل ده اهو. شايفينها قصادها كل واحدة بلاقي الفراغ الصغير ده اهو. شايفين كده؟ بدخل بالإبرة وبسحب الخيط من ورا، وبخرج وبعمل غرزة حشو. هكمل لحد ما اوصل هنا بالشكل ده كده. رجعت لكم تاني، خلصت اهي. قدام كل غرزة حشو عملت غرزة حشو واحدة، بقت معايا بالشكل ده. وصلت هنا للنهاية. أنا هنا قصاد 1 غرزة حشو هشتغل 4 غرزة حشو. أنا هنا اشتغلت 5، هنا هشتغل 4 عشان في معايا واحدة هنا. 1 2 3 4 بالشكل ده، وهقفل بمنزلقة هنا. شايفين كده ازاي اهو؟ ده كده الشكل النهائي معايا لأول سطر في الشنطة خالص.
هبدأ أرتفع بواحد سلسلة كأول واحد غرزة حشو. طبعا أنا دي معايا من السلاسل اللي هنا فهشتغل فيها كمان واحد غرزة حشو، فبقى معايا في الغرزة دي بس تزايد اهي، أول غرزة معايا بس اللي بشتغل فيها تزايد بالشكل ده كده اهو. طيب هاجي هنا هشتغل حشو عادي، واحد حشو عادي في كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها واحد حشو عادي، مش هعمل تزايد خالص اهو لحد ما اوصل هنا عند الخمس غرز حشو دول اللي هشتغل فيهم تزايد. طب هعرفهم ازاي؟ انتي لو عملتي كده هتلاقيهم هنا هم جنب بعض خالص اهو، وهتلاقي غرز هنا كل غرزة لوحدها. فهنا بداية الغرز التزايد هشتغل فيهم، هشتغل هنا كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها واحد غرزة حشو بس لحد ما اوصل لهنا وارجع لكم تاني. كده أنا اشتغلت في كل غرزة حشو واحد غرزة حشو، وصلت هنا للسلاسل بتاعة الخمس حلقات، أسفة الخمس غرز حشو اللي أنا هعمل فيهم التزايد أهو. وصلت عند أول واحدة أهي، هدخل فيها أشتغل واحد اتنين غرزة حشو، وفي اللي بعديها واحد اتنين غرزة حشو، وهكذا كده واحد اتنين واحد اتنين. آخر واحدة معايا اهي هشتغل فيها اتنين غرزة حشو. أنا كده هنا عملت 10 غرز حشو هنا، وهكمل عادي على الغرز دي كل واحدة هتقابلني أكمل عليها واحد غرزة حشو بالشكل ده كده لحد ما أوصل هنا عند الغرز دي هشتغل كل واحدة اتنين غرزة حشو اتنين غرزة حشو وارجع لكم تاني بالشكل ده كده اهو. انا هنا وصلت للنهاية، حابة اوريكي حاجة خدي بالك منها، دي مش غرزة هنشتغلها، دي المنزلقة اهي اللي انا هدخل فيها دلوقتي، دي المنزلقة مش غرزة هنشتغلها، يعني انا مش هشتغل في دي المنزلقة. لو اشتغلتي فيها في كل سطر هتلاقي نفسك الشغل مش مظبوط معاكي، فمهم قوي ان انتي المنزلقة مش بتشتغليها. هاجي هنا على اللي بعديها على طول هدخل فيها اهي، وهسحب الخيط وهعمل منزلقة تاني. شايفين كده ازاي اهو. هبدأ السطر الجديد مع بعض وهرتفع واحد سلسلة كارتفاع لأول غرزة حشو، وهاجي على غرزة الحشو اللي بعديها هنا وهشتغل فيها اتنين غرزة حشو عشان دي آخر واحدة في تزايد السطر بشتغلها. هاجي هنا على غرز الحشو هشتغل عادي جدا فوق كل غرزة كده اهو، هشتغل فوق كل غرزة حشو واحد غرزة حشو لحد ما اوصل هنا، وهرجع لكم اوريكم هنعمل التزايد في السطر ده ازاي. كده رجعت لكم تاني اهو. انا هنا وصلت عند اول غرز التزايد، لو تاخدوا بالكم هتلاقوا هنا اهو اتنين غرزة حشو في نفس المكان. طيب لو انتي مش بتعرفي ممكن يبقى معاكي ماركر وتعلمي أول غرزة في التزايد وآخر غرزة في التزايد عشان لما توصلي عندهم تكوني عارفاهم، بس هي مش محتاجة، أنا بشوفها باينة اهي اتنين غرزة حشو في كل مكان. هشتغل فيهم ازاي؟ هدخل في أول واحدة وهشتغل فيها واحد غرزة حشو واحدة بس مش اتنين. طب اللي بعديها هشتغل فيها اتنين غرزة حشو، يبقى أنا كده بشتغل واحد من غير تزايد وواحد بتزايد. هاجي هنا على اللي بعديها على طول هشتغل واحد غرزة حشو واحدة بس، واللي بعديها هشتغل فيها اتنين غرزة حشو بالشكل ده كده، وهكمل العشر غرز اللي أنا عملتهم بنفس الطريقة. مرة هشتغل واحد غرزة حشو واللي بعديها على طول هشتغل فيها اتنين غرزة حشو. طب ليه عملت كده؟ لأن أنا لو اشتغلت فيهم اتنين غرزة حشو هتطلع معوجة جدا وهتلف معايا كده ومش هتكون معدولة خالص. كده هشتغلهم أخلصهم وهكمل هنا في كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس، وهاجي هنا عند أول غرز التزايد هنا هشتغل نفس الحكاية
1 غرزة حشو، 2 غرزة حشو، التزايد في واحدة وواحدة لأ، 1 هنا 2 هنا 1 هنا 2 لحد ما أخلص السطر وأرجع لكم تاني. بالشكل ده كده رجعت لكم تاني وأكون خلصت السطر رقم 3 معاكم أهو. طبعا دي المنزلقة، أنا رجعتلك قبليها تاني عشان أكد عليكي، المنزلقة مش بنشتغل فيها، بنسيبها وبنشتغل في أول سلسلة ارتفعنا بيها على طول وبناخد فيها منزلقة. طيب حابة أنا كده خلصت القاعدة، مش هعمل سطور تاني في القاعدة، لو انتي حابة تكبري عن كده كبري. عايزة أوريكم أنا وصلت لحد كام سنتي أهو. بالشكل ده كده معايا وصلت 25 سنتي، وأنا كده بالنسبة لي الشنطة تمام جدا، مش هعمل قاعدة أكبر من كده. وصلت في العرض بتاعها لتقريبا 6.5 سنتي. المقاس ده مظبوط أوي معايا. انتي لو عايزة تكبري الشنطة عن كده شوية ممكن تكبريها. التكبير والتصغير بيكون في عدد سلاسل البداية. أنا مقستهالكيش بس ممكن أقيسهالك كده أهي. كانت سلاسل البداية معايا 17.5 سنتي. بالشكل ده كده، ده كده كان طول سلاسل البداية معايا 17.5 سنتي بالظبط، أو 17 سنتي 17 كده كان طول سلاسل البداية معايا 17 سنتي. اتكونت عندي القاعدة بتاعت الشنطة حوالي 25 سنتي. طبعا بتختلف من ايد لايد وبتختلف من ابرة لابرة. شوفي انت عايزة توصلي لحد كام سنتي وهتعملي زي ما انت عايزة. نبدأ بقى نعمل الشنطة ذات نفسها. هنا انا هوقف تزايد خالص، مفيش اي تزايد، انا هطلع بالشنطة عادية جدا. هاخد 1 سلسلة وهشتغل كده. بصوا كده انا هنا عندي الشنطة فيها كده، انا عندي الشنطة هنا آه انا قفلت النور عشان خاطر يبان. عندي هنا حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية. هنا هشتغل في الحلقة الخلفية دي اهي، وهدخل الابرة وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو. يبقى انا السطر ده كله هشتغله في الحلقة اللي هي الخلفية للغرزة. عندي هنا حلقة أمامية وحلقة خلفية، هشتغل في الحلقة الخلفية وهشتغله ثابت، مش هشتغل فيه أي تزايد خالص، مفيهوش أي تزايد السطر دوت ولا السطور اللي جاية. خلاص أنا كده وقفت التزايد وهطلع بالشنطة عادي خالص. بالشكل ده كده هكمل السطر كله، بشتغل في الحلقة الخلفية واسيب الأمامية. بتعمل معايا الشكل ده بحبه وبتفرد معايا الشغل كده. هخلص السطر كله وارجع لك تاني. كده رجعت لكم تاني اهو. عملت اول سطر في الشنطة، خلاص ابتدينا نطلع اهي. الشنطة كده بانت معايا، دي الارضية بتاعتها وانا هبتدي اطلع بالشنطة. السطر ده بس الوحيد اللي انا كنت اشتغلته بحلقة بالحشو في الحلقة الخلفية عشان اكون معايا. انتوا شايفين الحز دوت بيدي شكل حلو قوي للشنطة لما بتكمل، بتحسي ان الارضية جزء واللي فوق جزء اهو. بيدي معايا شكل حلو قوي. انا كده خلصت السطر. وطبعا اكد عليكي تاني، المنزلقة مش بنشتغل فيها، وهعمل منزلقة في اول غرزة سلسلة اشتغلتها. لو اشتغلتي في المنزلقة الشغل بتاعك هيتعوج تماما. كده انا هبدأ هعمل ايه، هعمل سطور ثابتة خالص. هشتغل في الحلقتين مع بعض، مش هشتغل في حلقة واحدة. تاني اهو هدخل كده في الحلقتين وهسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، واللي بعديها كمان كل غرزة تقابلك اشتغلي فيها غرزة حشو واحدة بس ثابت، مش في الحلقة الخلفية. هنا بس اللي اشتغلت في الحلقة الخلفية. هخلص الشنطة، هعمل مثلا 10 سطور كده وارجع لكم تاني اوريكم هنرتفع قد ايه. هنفضل شغالين ثابت. هخلص 10 سطور وهرجع لكم اوريكم هنشتغل تاني قد ايه. رجعت لكم تاني. ده كده شكل الشنطة بعد ما عملت ال10 سطور، ورجعت لكم تاني. شكلها اهو، شكلها حلو قوي. حابة كمان اوريكي دي البطانة بتاعتي اهي. انا بخلي والدتي تعملها لي. ده شكلها هيكون من جوه كده اهو. اهو انا لسه هسرفل كل الخيط الزيادة ده، بس انا حبيت اوريها لك دلوقتي. ده كده شكل الشنطة من جوه، بتكون حلوة قوي.
أنصحك يعني تعمليها عند ترزي أو حد معاه مكنة يعملها لك، بيكون تقفيلها شكله حلو. بصوا تقفيل الخيط حلو ازاي، جميلة أوي، بتكون على المكنة أحسن بكتير من اللي على اليد. بصوا كده، فشوفي حد ممكن تجيبي تعمليها عند ترزي، أو لو حد تعرفيه عنده مكنة يعملها لك، أو لو انتي عندك مكنة خياطة بتشتغلي عليها يكون حلو أوي برضو. كده هكمل معاكم بقى للشنطة. تقريبا ده نص الحجم اللي أنا عايزاه، إن أنا هرتفع تاني لحد ما أوصل للطول اللي أنا عايزاه، وهرجع لكم أوريكم هنعمل القلاب ازاي. ده كده شكلها بعد 10 سطور بالظبط. مفيهاش أي تزايد، متعمليش تزايد خالص، وغرزة المنزلقة مش بتشتغلي فيها. ده كده شكلها، أكملها وأرجع لكم تاني. بالشكل ده كده رجعت لكم تاني. هنا شكل الشنطة معايا اهو. انا هنا وصلت للطول اللي انا عايزاه، اسفة، هنا وصلت للطول اللي انا عايزاه للشنطة. خلاص انا مش هكبر عن كده تاني، اهو ده طولها، هو مناسب كده بالنسبة لي. شوفي انتي حابة توصلي لطول قد ايه. عايزة بس اوريكي الطول اللي انا وصلت له. الطول حوالي 27 سنتي اهو، هنا 27 سنتي. شوفي انتي هتحبي توصلي لطول ايه. هاجي هنا هشتغل معاكي السطر اللي انا هركب فيه الحزام اللي هقفل بيه الشنطة. انا ارتفعت 1 غرزة سلسلة، هشتغل جنبيها 1 غرزة حشو. في اول غرزة حشو هتقابلني، بعد كده هاخد 1 سلسلة، وهفوت 1 غرزة حشو مش هشتغل فيها، وهروح على بعديها على طول هشتغل 1 غرزة حشو، وهشتغل أسفة 2 غرزة حشو جنب بعض، وهشتغل 1 سلسلة، وهفوت غرزة حشو وهشتغل في اللي بعديها 1 غرزة حشو، وبعديها 2 كده 2 غرزة حشو، هشتغل 1 سلسلة وهفوت سلسلة تحت، وبعد كده هشتغل 2 غرزة حشو. السطر ده كله بشتغله عبارة عن، عشان يكون أكون عندي الفراغات دي أركب فيها الحزام، بشتغله عبارة عن 2 حشو 1 سلسلة 2 حشو 1 سلسلة لنهاية السطر بالشكل ده، وأفوت 1 سلسلة تحت أو 1 حشو تحت مش بشتغلها. هخلص السطر كله وارجع لكم تاني. كده رجعت لك تاني بعد ما خلصت السطر كله بالشكل دوت. عايزة اوريكي انا هنا هعمل القلاب ازاي. انا هشتغل القلاب هشتغله بغرزة العمود بلفة اسفل مش غرزة الحشو. كده انا هرتفع 2 سلسلة كارتفاع لأول غرزة عمود بلفة معايا. هاجي هنا زي ما وريتلك عملنا هنا بالظبط، هعمل هنا في أول سطر للقلاب. أنا هسيب الحلقة الأمامية وهلف لفة على الإبرة، وهدخل في الحلقة الخلفية، هسحب الخيط من ورا، بقى معايا 1 2 3 لفات على الإبرة. هلف لفة كمان وهخرج من أول حلقتين، وهلف لفة كمان وهخرج من تاني حلقتين. دي غرزة العمود بلفة، هشتغل بيها سطر كامل من غرزة العمود بلفة. بس مش هلف، أنا هوصل لهنا، يعني أنا هشتغل على الظهر ده بس، ده الظهر طبعا اللي فيه السطر ده. لو انتي مش عايزة الخط دوت ممكن تعملي انك انتي تشتغلي حلزوني. هبقى اوريها لك في شنطة تانية ازاي تعرفي تشتغلي حلزوني، دي الطريقة التقليدية، وفي طريقة تانية بتاعت الحلزوني. آه احنا كده هوصل بالعمود بلفة لحد هنا بس، عشان ده يكون القلاب اللي هيمشي على قدام. هخلص السطر وارجع لك كده. رجعت لك تاني بعد ما عملت اول سطر في القلاب اهو. على فكرة انت ممكن تعملي الشنطة كلها بغرزة العمود بلفة، بتكون اسهل وبتكون مش بتاخد وقت اكتر زي الشنطة لما بتكون بغرزة الحشو. الغرزة اللي تريحك برضو ممكن تشتغل بيها كده. انا هشتغل دلوقتي 3 سطور ثابت مش هعمل فيهم تناقص، يعني السطر ده والاتنين اللي بعديه هشتغلهم ثابت. هرتفع بس معاكم كده
ادي كده 2 سلسلة للسطر التاني، وهدخل عادي جدا في غرزة العمود. فوق كل غرزة عمود هعمل فيها غرزة عمود واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر، وهرجع سطر كمان وارجعلك تاني. يبقى انا كده هشتغل 3 سطور ثابت مش هعمل فيهم تناقص، وهرجعلك تاني. كده رجعت لكم تاني، عملت اهو ال3 سطور اللي قلت لكم عليهم. ادي 1 2 3 3 سطور معايا اهو. طيب بصي كده، لو انا كملت بنفس لو انت عايزه تكملي بنفس الطريقه دي هيطلع معاكي قلاب مربع. ده لو انت عايزه القلاب يكون مربع معاكي هتكملي بنفس الطريقه دي. طيب لو عايزه القلاب يكون فيه دوران من هنا هتكملي زي ما انا هعمل دلوقتي كده بالظبط. انا هنا مش المفروض كنت برتفع 2 سلسله، انا مش هرتفع حاجه خالص. هتجاهل العمود دوت وهروح على العمود دوت وهعمل فيه منزلقة، وهتجاهل برضو العمود دوت وهروح على اللي بعديه وهاخد فيه منزلقة. يبقى أنا هنا كده يبقى أنا هنا كده تجاهلت 2 عمود بلفة مش هشتغله اهو. وهاجي هنا هرتفع ب2 سلسلة بالشكل ده، وهشتغل عمدان عادي جدا. فوق كل عمود هيقابلني هشتغل عمود واحد بس اهو لحد ما اوصل لنهاية السطر، وهي هرجعلك اوريكي هنعمل ايه في نهاية السطر. انا كده رجعتلك تاني. معايا هنا سبت اخر 2 عمود بلفة اهو بالشكل ده. انا مش هشتغلهم زي ما هنا تجاهلت 2 عمود بلفة، هنا كمان هسيب 2 عمود بلفة. يعني انا كده هوقف هنا وهاجي هنا هلف الشغل معايا نفس اللي عملته في البداية هنا هعمله في البداية هنا. أنا هروح أمشي منزلقة على أول عمود بلفة، يبقى أنا كده مش هشتغل ده ومش هشتغل العمود دوت، وهروح منزلقة تاني على العمود اللي بعديه عشان هو ده اللي أنا هرتفع فيه 2 سلسلة. يبقى هنا برضو سبت 2 عمود، وهنا هسيب 2 عمود، وهعمل كده لحد ما اوصل بالقلاب بتاعي للحجم اللي انا عايزاه وهرجع لكم تاني. كده رجعت لكم تاني. انا هنا وقفت عند 11 عمود بلفة. اشتغلت كام سطر بالظبط؟ 1 2 3 ثابت، واشتغلت 1 2 3 4 فيهم تناقص من الجنبين. دلوقتي انا كل اللي هعمله ان انا هقص الخيط بالشكل ده كده. انا بقصه بالولاعة بالشكل ده كده. أنا هقص الخيط وهاخد سلسلة لتأمين الشغل وهسحب الخيط. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ أنا مش بحب أشوف شكل القلاب كده، لازم أعمله أسرفله. كل اللي أنا هعمله دلوقتي بصي، هعمل عقدة البداية وهدخل من هنا من عند هنا الغرزة اللي في الشنطة مش في القلاب اهو. دخلت عقدة البداية هاخد 1 سلسلة. طيب هاجي هنا على العمود هعمل فوق كل عمود هعمل فيه عمود واحد، وهعمل هنا في النص اللي بين العمودين هعمل أنا آسفة حشو. هنا حشو واحد وهنا حشو واحد، وعلى العمود اللي بعديه حشو واحد، وعلى اللي هو السطر بتاع العمدان برضو واحد حشو بالشكل ده كده. يبقى بعمل في العمود حشو واحد، وفي السطر بتاع العمدان برضو واحد حشو. هنا أنا هنا عندي دي وعندي دي، فهشتغل في الاتنين حشو بالشكل ده كده. وهاجي على العمود برضو هشتغل فيه واحدة حشو، وعلى السطر حشو. يبقى أنا بشتغل السطر كله مجرد بس غرزة حشو تديني شكل حلو للقلاب، بدل إن هو السطور دي كده هتكون نظمتهم بس. وهخلص وارجع لكم. كده بالشكل ده رجعتلك تاني. أنا هنا القلاب معايا خلص اهو. هنا كمان حبيت اوريكي أنا هنا عملت 2 سلسلة عشان أركب زرار وأشبك القلاب بالزرار. كده القلاب خد معايا الشكل البيضاوي. أنا دلوقتي هعمل الحزام اللي هقفل بيه الشنطة. بصي معايا كده هعمل الحزام دوت عبارة عن غرزة سلسلة، مش هعمل أي حاجة تانية بالشكل ده كده اهو. أنا كده
هخلص كل القلاب بنفس الغرزة دي، غرزة السلسلة. وكمان هعمل كور البونبون اللي هي هزين بيها هنا، وهزين بيها الحرف بتاع الحزام اللي هقفل بيه الشنطة. هخلص كل دوت وارجعلك وأوريكي هنعمل مع بعض كورة البونبون ازاي، وازاي هشبكها في الشنطة. كده أكون خلصت معاكم الجزء بتاع الشنطة. بس انت ممكن تزينيها برضو لو حابة بأي ورد من هنا. أنا هزينها بكور البونبون. هخلصها وهخلص الحزام وارجعلك أوريكي هثبتهم ازاي. كده رجعتلك تاني اهو بعد ما ركبت كور البونبون بالشكل الحلو ده، شكلها جميل جدا. حبيت الالوان دي، اللون اللي يعجبك. وركبت كمان الزرار دوت بيتقفل بيه القلاب، مش بيبان، بيتركب. انا عامله له العروه بتاعته يعني تحت الكور. ده الخيط اللي انا بربط بيه الكور بتاعه البونبون في بعض بالشكل ده. مجرد بس ان انا بثبت الخيط وبربطه بعقدتين ولا حاجه. مجرد ان انا بثبت بيه الخيوط دي كلها. هقفلها دلوقتي عشان ما تبقاش باينه وشكلها وحش كده. دي العروه اللي انا بقفل فيها الزرار، شايفين كده اهي. شكله حلو قوي، مش بيبان خالص ان في زرار اصلا، بيكون تحت كور البونبون. طبعا زي ما قلتلك انت ممكن برضو بدل كور البونبون تحطي وردات او اي حاجة. انا كمان عملت الشرشوبة دي، حبيتها برضو تكون من نفس الالوان، ودي كورة البونبون. هركبهم في الحزام اللي انا قلتلك هقفل بيه الشنطة. ده كده اهو الحزام معايا بالشكل ده، شكله حلو قوي. وعملت كمان يد للشنطة، هوريكم طريقتها بس نركب الحزام الأول. أنا هنا هدخل في المنتصف بالظبط واسحب الحزام معايا بالشكل ده كده اهو. بعد معايا 2 غرزة حشو مش بشتغلهم، وبدخل في الفراغ اللي بعديهم واسحب الحزام. يعتبر ان انا بدكك الحزام معايا في الشنطة. 2 غرزة حشو كمان واسحب الحزام من ورا. يبقى انا كده طول السطر بشتغل 2 غرزة حشو واسيب 2 غرزة حشو للنهاية كامل. هعد كمان 2 غرزة حشو واسحب الحزام بالشكل ده كده. شايفين بدأ يبان الشكل بتاعه معايا. هكمل للدوران كامل كده، وكمان هنضف الخيوط الزيادة وارجع لكم تاني. بالشكل ده كده انا رجعت لكم تاني اهو. نضفت كل الخيوط الزيادة، شكلها مبقاش باين خالص زي الاول. ونضفت وكمان ركبت الحزام بالشكل دوت، ونضفت خيوط الشنطة كلها من جوه. بصوا الحزام بعد ما بيتقفل بيدي للشنطة شكل حلو قوي، بيخليها بجد جميلة جدا بالشكل دوت. انا كده عايزة اربطه لكم بس عشان اوريكم شكله كامل اهو. انا كده خلصت يعتبر الشنطة خلاص. فاضل لي بس اليد والبطانة، هوريكم مع بعض دلوقتي نشتغلهم ازاي. شايفين شكلها حلو قوي ازاي. دي كده الفيونكة. هركب في الفيونكة كورة بونبون، وهركب في الفيونكة برضو الشرشوبة التانية معايا. ده كده الخيط بتاعت كورة البونبون. هاخد الإبرة وهدخلها في آخر غرزة كده، وأسحب طرف من طرف الخيط اللي أنا بيكون بتاع كورة البونبون. أنا هنزل لكم فيديو خاص لكورة البونبون ازاي بتتعمل بكذا طريقة، هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف لما انزله. بالشكل ده كده. وبدخل في غرزة تانية وبسحب برضو طرف الخيط التاني عشان اعرف اربطهم في بعض. بربط طرفين الخيط في بعض. طريقتها سهلة قوي على فكرة، ومش بتاخد اي وقت خالص. بالشكل ده كده انا ربطت طرفين الخيط في بعض اهو. شكلها حلو قوي. هقص الزيادة من بعد شوية كده اهو، وقصيت الزيادة وبقيت الكورة لوحدها بالشكل دوت. هاجي هنا هركب برضو الشرشوبة بنفس الطريقة اللي ركبت بيها الكورة. هركبها من هنا من الخيط بتاعها الأساسي، وهركب الشرشوبة التانية في الطرف التاني بتاع الخيط بتاع الحزام. هركبهم، وكمان هركب البطانة هركبها هنا اهي. البطانة معايا اهي، هركبها هنا وهركب الشرشوبتين وهرجع لكم تاني، استنوني.
انا كده رجعت لكم تاني اهو بعد ما خلصت الشنطة تقريبا. ركبت الشرشوبة وركبت كرة البونبون هنا، شكلها حلو قوي. بصوا الشرشوبتين شكلهم جميل ماشيين مع الالوان اللي فوق. كمان ركبت هنا البطانة، عايزة اوريكم تفاصيلها. ادي معايا هنا جيب اهو، شايفينه كده؟ ادي جيب، ودي البطانة الاساسية، وكمان جيب تاني هنا في كل ناحية جيب، حلوة قوي. ودي البطانة الاساسية شكلها جميل برضو. كده البطانة معايا تعتبر 3 جيوب اصلا. وكده يعتبر الشنطة خلصت معايا، شكلها حلو قوي بالكور والشرشوبتين. هوريكم بقى نعمل اليد ازاي. ده الظهر، انا هعمل يد الظهر، عملت واحدة اهي، وهعمل معاكم اليد التانية. طول اليد بيبقى الطول اللي يناسب سن الطفل، وبسيب فيها جزء من الخيط عشان اثبت بيه. شوفي انتي هتكون الطول معاكي مناسب قد ايه واشتغلي عليه. انا هعمل سلسلة بالطول اللي انا محتاجاه. يعني انتي مثلا عايزة الطول 40 سنتي 50 سنتي، انا السلسلة بتاعتي كانت طولها 50 سنتي. هعمل سلسلة بالطول دوت وهرجعلك تاني. كده رجعتلك تاني بعد ما عملت سلسلة طولها 50 سنتي بالشكل دوت. هبدأ اشتغل عليها الغرزة دي. الغرزة دي جميلة اوي، بيكون شكل السلسلة فيها من الناحيتين باين، من الناحية دي ومن الناحية دي، يعني مش بيكون عمود عادي على سلسلة، لأ. انا هنا اوريكي دلوقتي ازاي نشتغلها تطلع بالشكل دوت. ادي السلسلة معايا اهي، هلف لفة على الابرة وهلف السلسلة معايا لظهرها. ده وش السلسلة اهو، شايفة كده؟ انا مش هشتغل على الوش بتاع السلسلة ده، انا هلفها على الظهر وهشتغل على الحلقات الواحدة كده بتلاقيها في الظهر، دي اللي انا هشتغل عليها بالشكل ده. كده بعد ما لفيت الخيط على الابرة هدخل في تالت سلسلة معايا بالشكل دوت، وهسحب الخيط من ورا. بقى معايا 3 لفات على الابرة، هلف لفة كمان واخرج من 2، وبعد كده هخرج من تاني 2. تاني انا مش بشتغل على الوش، انا بشتغل في الحلقة اللي لوحدها في الظهر. هفضل كده اشتغل عليها عمدان بطول السطر كله عشان يكون معايا شكل السلسلة او شكل الضفيرة، هيكون معايا في اليد من الناحيتين. هفضل شغالة على للاخر وارجعلك تاني. كده رجعت تاني، طبعا بقص الخيط من بعديها بشوية، بسيب مسافة علشان خاطر اعمل منها اليد، اقفلها في الشنطة بيها. يعني ما احتاجش ان انا اعمل خيط تاني، هعمل خيط من تحت بس من فوق هثبتها بنفس الخيط اللي انا قطعته دوت اهو بالشكل ده. كده هحتاج ان انا هنضف الخيط اللي هو القصير، كان خيط البداية، هنضفه بالشكل ده كده اهو. سهلة قوي، بالإبرة بدخل بين الغرز وبسحب الخيط، وبعد كده بديله لسعة بسيطة كده بيكون اتنضف معايا. كده بقى هجيب الإبرة معايا اللي أنا هثبت بيها، دي اسمها إبرة تنظيف. أنا هلضم فيها الخيط، يعني أنا هثبته بالإبرة بتاعة التنظيف مش بتاعة الكروشيه، مجرد بس إن أنا هربط فيها الخيط وهخيط خياطة عادية جدا كأني بخيط بطانة أو كأني بخيط أي حاجة. بس هحتاج إن أنا أكون مثبتة اليد كويس جدا. هدخل كده عادي وهسحب الخيط وهعمل أول غرزة كده بالإبرة عادي اهي بالشكل دوت. خدي بالك عشان ما بتكون ماسكة ساعات، يعني طرف الخيط ممكن يمسك في اي فتلة ولا حاجة، فخدي بالك ان الخيط ما يتقطعش منك بالشكل ده. كده انا كل اللي انا هعمله هخيط خياطة عادية، ولازم اخد بالي من الحزام. اوعي تخيطي الحزام وانتي بتخيطي هتلاقيه مسك، مش هتعرفي تقفلي بيه الشنطة ولا تفتحيها. خيطي خياطة عادية جدا بس تكوني ثبتي فيها اليد كويس قوي. هخلص انا اليدين بالشكل دوت اهو، بخيطها بثبت عليها. هخلص اليدين هخيطهم بالشكل دوت فوق وتحت وارجع لك تاني.
كده أنا خلصت الشنطة كلها معاكم، يا رب تكون الشنطة عجبتكم. ثبت الإيد وثبت الكور بونبون والشرشوبتين كمان. ده شكل الشنطة من الظهر، شكلها حلو قوي سواء من الظهر ومن الوش كمان شكلها جميل قوي. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة تاني يوم رمضان اهو. رمضان كريم عليكم يا رب. الحقوا اعملوا الشنطة الجميلة دي للعيد، جميلة جدا يعني، شنطة بجد حلوة قوي. ابدأي فرحي بيها بنوتك حلوة، سواء طفلة هنعملها أطفالي أو كبار. الشنطة بتمشي للاتنين، دي بتمشي لينا احنا كمان، يعني انت ممكن تستلفيها من بنتك في أي وقت. شكلها حلو قوي، مناسبة لكل سن. كل سنة وانتم طيبين. عيد جاي خلاص على الأبواب، عيد سعيد عليكم خلاص. كل سنة وانتم طيبين. وما تنسيش الاشتراك في القناة، اشتراكك بيساعدني جدا. لو عجبتك الشنطة وعجبك الفيديو شيريه كتير لصحابك عشان كلكم تستفادوا منه. يا رب يكون شرحي بسيط عليكم وسهل، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في قناتي. شكرا جدا ليكم.